أهلا بيكم. كتير مننا عايز يبتدي شغل التطريز اليدوي، لكن عاوز يعرف ايه هي الأدوات اللي ممكن يستخدمها علشان خاطر تسهل عليه الشغل والتطريز. في فيديو النهاردة هتكلم عن أداة مهمة جدا وهي طارة التطريز، ودي أنا بستخدمها علشان خاطر تسهل عليا الشغل وتفرد القماش معايا كويس وما تخليهوش يكشكش معايا وانا بشتغل، فبالتالي الشغل مش هيكون احسن حاجة. هي بتكون عبارة عن قطعتين زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، وبيكون مزودة بمسمار او قفل علشان اعرف اتحكم في القماش كويس. القماش بيخش بين الطبقتين وبيتشد كويس، ولازم تكون القماشة اكبر من مقاس الطارة اللي انا بستخدمها، وتكون مناسبة الطارة للشغل اللي انا بشتغله، يعني ما تكونش اكبر او اصغر من الرسمة. طبعا هي ليها اشكال كتير وليها مقاسات، طبعا المقاس بختاره على حسب الرسمة اللي انا بشتغلها، يعني مينفعش يكون الرسمة اكبر من مقاس الطارة اللي انا بستخدمه. النوع اللي قدامي دلوقتي ده اللي مصنوع من الخشب، وفي كمان البلاستيك بالالوان اللي انتوا شايفينها دي، وفي كمان نوع معايا ده مصنوع من السيليكون، وده بيبقى محبب لناس كتير، وفي منه كمان الشكل البيضاوي. ممكن كمان ألف على الإطار اللي ظاهر قماش أو شرايط ملونة بحيث ميبقاش شكله باين، أو أحط كمان استراس أو خرز ملون زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعة هيبقى شكله تحفة جدا. أنا ممكن كمان أحتفظ بيها كديكور في المنزل، أو أعمل منها ساعة، أو أقدمها هدية لحد. بجد هيبقى شكلها تحفة جدا. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة علشان أقدر أوصلكوا كل جديد.